كيما على بالكم عالم الحلويات او مجال الحلويات صدقوني غير واسع واسع لدرجة ما تقدروش تتصوروها. رانا كل يوم نشوفوا منتج جديد، نشوفوا اشياء جديدة تستخدم في الحلويات. لذلك راح نحاول بقدر المستطاع اشاك فوا ندير لكم دي فيديو نحكي لكم على هذا المجال، كيفاه تبداي في هذا المشروع ان شاء الله، كيفاش تحققي نجاح في هذا المشروع من تجربتي انا الشخصية، من تجارب اصدقائي، من تجارب اهلي في هذا المشاريع. ان شاء الله يا رب العالمين ان الفيديو تاعنا تاع اليوم يعجبكم. كيما راكم تشوفوا لهنا الغريبيه انا راح نقول لكم قد ما راني نستخدمها ونعطيكم ثاني ديزاستيوس واسرار المهنه. كيما راكم تشوفوا لهنا الغريبيه تتحسب ب 3000 للحبه، هذا بالنسبه ليا، ومع احترامي للاخوات اللي تقدر تنقص اللي تقدر تزيد لهنا، كل وحده كيفاه تخدم، بس حكي تحسبيها ب 3000 راكي اديتي حقك. يعني لهنا تردي حق السلعه وتردي حق التعب نتاعك وحق الماء وحق الزيت اللي غسلتي به وحق الغاز تاعك، يعني لهنا كل شيء. بصح الغريبيه اللي تحسبيها ب 3000 مش الغريبيه اللي راكم تشوفوا فيها، يعني الغريبيه تكون ما هي فيها لا معجون، ما فيها لا كاوكاو، ما فيها لا بيستاش، ما فيها حتى حاجه، يعني غريبيه كيما اللي في الصوره، ما ديري لها حتى اضافات. في حاله اذا درتي اضافات واش راح ديري؟ زدتي الشوكولا مثلا، انا كيفاه ندير كي تكون عندي كونتيتي كيما هكا، مثلا نقولوا تاع 100 حبه تاع الغريبيه، وراكم راح ديروا غير شوكولا غير في المنتصف فقط. راح تروحي تشري شوكولا تاعك، راح تشري نقولوا هي يتباعوا على شكل قطع، مثلا كيما في جيكا وفيها 4 قطع كبار، القطعه الواحده دير ب 6000. كي نجيب انا القطعه تاعي ب 6000 وراح نخدم بها اوتوماتيكمون، انا باش نزيد حق التعب تاعي والاخر راح نحسبها ب 8000. الفين فرنك هذيك اني حق انك عمرتي لابوش هذيك وراكي ديري فيها بيتك كي تبذلي في هذاك المجهود، يعني راكي تحسبي 8000 هكا باش تردي الحق تاع السلعه تاعك اللي هي الشوكولا، وراكي زدتي 2000 فرنك تاع اللي راكي تعمري بها، بيتك ما تقدريش تزيدي فيها 5000 وانت كي عمرتي، يعني عمليه سهله ماهيش عمليه صعبه. يعني تحسبي بشحال شريتي الشوكولا تاعك وتزيدي عليها مقدار 2000 فرنك كيما قلت لكم. كيما البيستاش ولا الكاكاو اللي هنا اللي كل وحده واش راح دير، مثلا لهنا راكم تشوفوا في الورقه الذهبيه اللي راهي قابله للاكل، تشري مثلا ورقه وحده دير بديميل، ورقه وحده دير بديميل والتعب تاعها اكثر منها. بيان سور راح نزيد انا البورسونتاج تاعي على حسب التعب نتاعك، كل وحده تقيم روحها على واش تعبت. بصح حاولي قدر المستطاع انك ما تاكليش حق الناس وتولي فيه اشياء ماهمش ملاح، لذلك ديما ديري بورسونتاج قليل على حساب واش تعبتي نتيا. كذلك بالنسبه للكاوكاو ولا البيستاش، الشيء اللي شريتيه ب 5000 خلاص انت راح غير ترشي فقط من فوق زيدي 2000 فرنك ولا 3000 حق التعب تاعك، وكي تحسبيهم كومبليتمون مع بعضهم راح تلقاي مثلا كي درتي شوكولا ودرتي البيستاش ولا درتي الكاوكاو ودرتي الورقه الذهبيه، تلقاي حق السلعه راكي رديتيه وتلقاي بلي 10000 هي الفائده نتاعك نتيا. صدقيني والله العظيم غير راح تكون فيك عندك الفائده. لهنا الغريبيه هذه اللي راكم تشوفوا فيها احسبوها 4500 للحبة. نفوتوا للنوع الثاني ونحكيو عليه بالتفصيل، سيرتو على بالنا بلي رانا يعني نتعاملوا كثيرا مع لي موديل هذو تاع المزيود الجديدة، مزيودة او مزيود يعني مولود او مولودة جديدة. كما راكم تشوفوا لهنا على حساب الحشوة تاعك، حتى الحشوة راهي تلعب دور. عليها قلت لكم خليو لي في خانة التعليقات السؤال قال شحال راكي تحسبي مثلا المخبز، ونقول لكم انايا هذا الكاطو اللي راكم تشوفوا فيه تقدري اما ديريه صابلي وداخلو يعني حبه تاع الكاوكاو ولا حبه تاع الجوز، تقدري ديريه كاطو ما يطيبش، تقدري ديريه جينواز وتفتتيها وتجمعيها بالنوتيلا وتشكليها على شكل كوريات وتطليها بالشوكولا، يعني لهنا على حسب الحشوه تاعك. انا نعطيكم بالنسبه ليا في حاله ما اذا درتيه صابلي وحشيتيه من داخل، على سبيل المثال بهذوك الحلوات تاع الشوكولا كي تعضي تجي مقرمشه ومن داخل شوكولا، راح تحسبيه 5000 للحبه. وبالنسبه لي موتيف وهذو اللي كيما تاع الكوجاك هذه الاعواد راح تحسبيهم قد ما شريتيهم. مثلا البوبي هذا على بالي بلي بواط فيها 20 دير ب20000، انا هذه نحسبها ديراكتومون ب20000 هكا باش نصفي ضميري قد ما شريتها نقولها ردي لي حق الدباديب، يعني حق ما شريت، حبيتي نشريهم انا حبيتي تشريهم انتيا لك حريه الاختيار. والاعواد هذو ثاني يعني قد يعني على حسب السعر اللي شريته واش نزيد فيه مقدار بسيط فقط. عندكم لي كيسات انا ما نحسبش الاخر تاعهم، ما نزيدش فيهم الفائده صاي، يعني ندير لي كيسات بكري درت الكاطو راح نديرو في الكيسات ما نديش فيه حق التعب تاعي
ما نحسبوش. عندكم لي بواط، عندكم لي كيسات، هذو شريتهم ب 3000 يعني ب 3000، شريتهم ب 6000 6000، يعني ما نزيدش فيهم الفائده. لهنا كل وحده كيفاه تفضل. يعني شتي روحك بلي تعبتي كي كنتي تركبي في هذاك البوبي وهذا العود تاع كيما قلت لكم عود الكوجاك، تقدري زيدي نسبه طفيفه فقط، بيسك الفائده تاعك راهي راح تكون في الحبه تاع الكاطو ماهيش في هذه الاشياء الطفيفه. هذا لانه تي الاعواد شريتيهم واجدين، ولا المول هذا الموتيف هذا تاع البيبي شريتيه واجد. انا جايتكم الموديل الثاني، راكم تشوفوا في هذا العربات ثاني حتى هما يتشراو واجدين. بصح هذيك لا فلور اللي راكم البابيون هذه اللي راكم تشوفوا فيها الورده هذيك اللي كانت قبل العود، هاني درت لكم عليها مارة، هذيك راح تخدميها بالمول، تخدميها بلا باطا شوكولا، يعني راح تستهلك منك تعب وتستهلك منك مواد. هذيك الواحده واش تحسبيها ب5 دينار جزائري، يعني ب500 فرنك. خاطر راكم تشوفوا في الدبدوب هذاك وهي تحسب 1000 الحبه واحده، يعني دبدوب واحد ب1000. انت البابيونه هذه تاع عجينه شوكولا او عجينه السكر، عجينه الشوكولا انا استخدمتها درتها لكم من قبل، صدقوني غير تجي رائعه وسهله وما تديش منك خلاص الوقت، وتدي فيها الفائده اكثر من اللي تروحي تشريها من برا. تحسبيها 5 دينار جزائري لانك انت اللي واستخدمتيها في البيت. وهذوك يعني قلت لكم من المستحسن انك قد ما شريتي قد ما تحسبي هكا باش ما تتلفلكش في الحسابات بزاف. في حالة إذا درتي صابلي حسبيه ب6000، في حالة إذا درتيه كذلك جينواز احسبي هذه الواحدة ب6000. هذا لي موديل اللي دو اللي درتهم لكم. إلا إذا استخدمتي الجوز واللوز هذيك تولي حكاية خلاف. في حالة ما إذا درتيها كيما قلت لكم كاطو ما يطيبش ثاني ب6000، يعني ديما ب6000، إلا إذا استخدمتي الجوز واللوز على حساب المقدار اللي شريتي. اكيد راح تزيد الكونتيتي، تقدر تلحق لك حتى ل15 ميل، لو كان يكون جوز حرفي ولا لوز حرفي اكيد راح يطلع لك حتى ل15000 قدر 20 ميل للحبه. اذا استخدمتي غير المكسرات وجوده المكسرات مليحه ودرتي البيستاش ودرتي الجوز واللوز ونوعيه النوتيلا اللي جمعتي بها غاليه، النوتيلا اللي درتيها ولا نوعيه شوكولاته اللي درتيها غاليه، بيان سور راح يطلع البري. انا هضرت لكم في حاله ما اذا درتيها جينواز، اذا حال درتي صابلي وعمرتيها من داخل، حتى واذا درتي فيها لوزه راح يطلع لك ب6000. هذو هما يعني قلتهم لكم من قبل، يعني دائما احسبيها ب6000. كاطو ما يطيبش ب يعني مكونات هكا حلوه الطرق الكوفريت، شويه تاع اللوز شويه تاع الكاوكاو شويه تاع الجلجلان، اكيد راح تحسبيها ثاني ب6000. نفوتوا لهذا الموديل نفسه واش راح يتبدل. نفس اذا سواء واش درتي كما قلنا في السابق، بصح هذه الورده اللي شتيها تحسبي الوحده ب 18 دينار جزائري. 18 دينار جزائري يعني هي 1800، ولا حسبيها ب2000 فرنك، يعني كل وحده كيف خرجتها ب2000 فرنك مع العقاش هذا اللي راهو في المنتصف اللي راكم تشوفوا فيه. هذا العقاش اللي في المنتصف تشري ساشي ب6000 وفيها الله يبارك ودير لك يعني كونتيتي ما تيماجينيهاش خلاص. كيما هنا اي استخدمت عجينه السكر، استخدمت فيها نيسلي، استخدمت فيها البندق، استخدمت فيها المكسرات الشوكولا. لهنا الحبه تاعها راح تجيك ب12000 للحبه، بحكم انه الجوز راهو ب190000 واللوز راهو ب220000، وراه هو كيف تزايد مستمر شاك فوا راهو يزيد، وعلى بالنا كي يزيد قليل وين راهو يعاود ينقص، وعلى حساب اختلاف الولايات كل ولايه وكيفاه. بعدها نروحوا للعرايش وقرن غزال والكعكعات. راني درت لكم انايا من قبل قرن غزال تاع البيبي، نخلي لكم ها وكيلو هذا اللي يظهر الفوق، ولا تلقاوه في خانه الوصف ولا في اول التعليق باذن الله تعالى. هذا على حساب الحشوه تاعو، كاينه الحشوه اللي تكون كاوكاو وكاينه الحشوه اللي تكون لوز، وفي البنه صدقوني غير اللوز احسن من الكاوكاو. رغم انه يعني على بالي الفرق اللوز هو اللي بنين، صدقوني في الكاوكاو وفي العرايش والشراك وقرن غزال والكعكعات يجي الكاوكاو احسن. لهنا كما راكم تشوفوا كان العقاش هذا حبيبات هذو صغار البلون، اخي قلت لكم جيبوا ساشي صغيره دير ب6000 ولا قرا، يعني اون بواط هكا ثاني حتى هي هذيك لابواط دير من 6000 ل 8000 وفيها كونتيتي بزاف كبيره. والموتيف هذا تاع البيبي يدير ب20 ميل يعني 1000 للوحده، اذا خدمتيه اكيد تحسبيه ب1000 انت في البيت، واذا شريتيه هاي ب1000. لهنا الحبه تاع التشارك تحسبوه ب6000 الكعبه. قرن غزال اذا درتيه بالكاوكاو احسبيه 8000، العرايش بالكاوكاو 8000 والكعكعات ب8000. والديكوراسيون كيما قلت لكم اذا درتوا عجينه الشوكولا راح تحسبيها اذا كانت ورده كبيره بيان سور راح تحسبيها زيدي في السعر، اذا كانت صغيره ب500، اذا كانت كبيره يعني كيما الموتيف تاع البيبي راح تحسبيها ب1000، اذا هذوك الكبار اللي كيما اللي فاتوا تحسبيها ب2000 فرنك. هذه هي
كيما هذه الكعكات فيها هذوك لي بتي فلور بعجينه الشوكولا، وفيها هذا الموتيف اللي راهو مصنوع في اليد يعني بالمول تاع السيليكون. لهنا تحسبي الموتيف تاع البيبي، لهنا هذا تاع البيبغون تحسبيه ب1000، وهذوك دي بتي فلور حتحسبيهم 500 5 دينار جزائري. الحبة تاع الكيكات الواحدة يعني 1500 بين البيبغون هذا اللي بتي فلور. بإذن الله إن شاء الله تكون يعني الصورة واضحة، وجميع هذه الأسعار راح نخليها لكم في أول تعليق، راح تلقاوهم. لهنا فتو عند هذا راهو صابلي، في حال إذا درتيه صابلي راح يكون فيديو مستقل وحده أحسن. هذا ثاني يعني موديل تاع البيبي، هو راهو صابلي بالشوكولا. تقدري ديري ثاني بطليه، يعني لهنا راح تختلف يعني راح يختلف على حسب حشيتيه نقولوا من داخل، درتي له المعجون، درتي له نيسلي، درتي له يعني معجون وحلوه الترك. باذن الله باذن الله راح ندير لكم يعني فيديو مفصل على كل حاجه. اذا عندكم سؤال معين ولا يعني تعليق ولا اراء خليه لي في خانه التعليقات، راح نفيدكم ونجاوبكم كامل بمشيئه الرحمن. استودعكم الله حبيبه القلب، اترككم في رعايه الله تعالى وحفظه، في امان الله.